كانت أهرامات جيزة ولا تزال واحدة من عجائب الدنيا السبع الباقية حتى يومنا هذا، فمن روعة البناء والتصميم والشكل الهندسي وما تحتويه من أسرار أخرى جعلت العديد من العلماء يحتارون في أسرار الأهرامات حتى يومنا هذا. فاليوم وبعد مرور حوالي 5000 عام على بناء الأهرامات، إلا أنها ما زالت تحوي العديد من الأسرار والأمور العجيبة. من هذه الأمور أن الهرم الأكبر مكون من 2,600,000 قطعة حجرية عمرها تخطى 5000 عام، جميعها متماسكة بدون الاعتماد على مواد البناء المعروفة في أيامنا هذه. هل تعلم أيضا أن وزن الحجارة في الهرم الأكبر يتراوح ما بين 2 طن ونصف الطن إلى 15 طن، الأمر الذي حير العلماء وجعلهم يفكرون في الكيفية التي استطاع بها المصريين القدماء تحريك هذه الحجارة الضخمة ورصها بهذه الطريقة الهندسية البديعة. هل تعلم أيضا أن قطعة الحجر الواحدة في سقف غرفة الملك خوفو وزنها يتجاوز 70 طن من الجرانيت؟ يبلغ ارتفاع الهرم الأكبر حوالي 149 متر ونصف بمثابة ناطحة سحاب. هذا الأمر أثار الجدل حول كيفية تصميم هذه الأهرامات، ووفقا لما ذكره الدكتور مصطفى محمود فإن هذا الأمر يكشف أن العلماء في عصر الفراعنة كان لديهم وسيلة سرية وعلمية خاصة لإلغاء الجاذبية الأرضية في منطقة معينة. هل تعلم أيضا أن هذا الارتفاع للأهرامات الذي يبلغ 149 متر فاصل 4 يعادل المسافة بين الأرض والشمس والتي تبلغ 149.4 مليون كيلو متر؟ هل تعلم أيضا أن مكان الهرم الأكبر يقع في المنتصف تماما بين القارات الخمس، وأن ممر دخول الهرم الأكبر يشير للنجم القطبي بينما الدهليز الداخلي يشير إلى نجم الشعرة اليمانية، وهي أنواع لنجوم السماء، ما يثير التساؤل عن المدى الذي وصل إليه المصريين القدماء في علم الفلك. هذا وما زالت الأهرامات تحوي الكثير والكثير من الأسرار التي جعلتها واحدة من عجائب الدنيا القديمة والحديثة أيضا. فضلا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.